السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم مساكم الله بالخير. أنا عبد المحسن النجدي راجع لكم اليوم بمقطع جديد. أنا عارف قطعة وأعتذر والله، يعني مو بيدي. حاليا بتوجه من فينيكس رايح على LA. محمد أخوي إن شاء الله توصل رحلته بعد 7 ساعات من جدة، فبروح استقبله معايا الحلو أحمد. شوي أوريكم إياه خلف الكاميرات، خليكم معي. أهلا. طبعا فقرة الأسئلة اللي اتفقنا عليها. واحد من الأسئلة، مو واحد من الأسئلة، الفيديو اللي راح حق سان دييغو فصلتوا علي، الله يعطيكم العافية. جاني أكثر من واحد. لما جيت قلت لا تسمع لأحد، يعني كثير جوني كيف ما تسمع أحد، والنصائح خصوصا إنه انحرقت سبة سعود الله يعطيه العافية. دقيقة بس عشان الله نصدم. لما جيت قلت لا تسمع احد او لا تسمع نصائح احد، مش معنى انه تجحد ولا تصير قليل ادب، لا مو كذا قصدي. يعني انا اقرب مثال، يوم جيت هنا انا قبل ما اجي كنت موظف، تركت وظيفتي وجيت. ففي ناس كانوا يجوني يا اخي كيف تترك الوظيفه يا اخي وتروح امريكا، ما طفشت من الدراسه. هو يعني بعضهم ينصحك بمنظور هو، بفكرته هو، مش باللي انت بيه. الحمد لله يعني سنتين مرت بخير وبشر، مشيت الامور يا رب لك الحمد، وهذا احنا ماشيين 4 شهور واخرتين ونرجع. ثاني شيء، يعني واحد نفس الوضع، يوم جيت اسافر، يوم كان يتكلمني، هذه اول مره جيت امريكا، فكان يقول لي يعني كم تكلف امريكا وانت رايح، كم كلفتك؟ قلت تقريبا 80,000. قال لا والله ما اروح، اطق لي سياره وانبسط هنا. فكل واحد يعطيك اياها بمنظور، بطريقه فكره. فلما تبغى تاخذ نصيحه، تتاكد من الشخص المناسب اللي انت فعليا هذا الشخص بيفيدك، ما بيقعد يالف لك، او هو والله يعطيك نصيحه من هواه، يعني من نفسه هو، فانت مستفيد شيء. فهذا الكلمه اللي بقول لك اياها، لا تاخذ بنصائح احد. يعني انا يوم تركت الوظيفه، بغض النظر عن الراتب على المكانه، جيت هنا عشان اطور من نفسي. يعني انا ما جيت وتركت اهلي وسنتين ومعاناه وشقه بس عشان اجي اشوف امريكا واستفيد عن امريكا اللي شفتها وخلصناها، لكن جيت اطور من نفسي، ابغى شيء افضل. طبعا كالعاده وقفنا استراحه محارب، وكالعاده افضل مطعم وقف فيه في الخط عشان لا يجيك تسلم. هذا حي هذا سوي، يعني واضح بدون ما اقول لكم. تقريبا باقي ساعه 20 دقيقه باذن الله نوصل على اللي انا حماده حبيبنا من فلسطين. احلى شباب، حبيب قلبي، تحية لأهل فلسطين. وصل إن شاء الله ناخذ محمد ونحرك. لا شيء. أي العيال، هذا من عيال الدخل حقين لوس أنجلوس. وصلت المحطات، تأخر علينا يا أحمد. هينا بنستنى، مش مشكلة. نمشي نترك، بس نعسنا. اي والله نعسنا. طبعا انا ما نمت زين من امس، لكن هذا نايم يعني مروق، شوي. مو بس من 10 لين 9 بس. بس لا 6-7 ساعات بس ما شاء بس الله. الطريق بتخلي الواحد ينعس. انا ما نمت مع الاكل والله، خملنا كذا شويه. طبعا اميجريشن اللي يعرف لوس انجلوس يعني دائما زحمه. ان شاء الله مستنين. مرة اشوف واحد جاي يستقبل يهاوش، قال وينك، وباقي ما طلع من تحت يهاوشني. دياك تنزل له على الاميجريشن والله هذا اللي مهجولنا هذا. قال هياهم، اهلا وسهلا اخويا. اهلا من عبد الله. خذ سلم اخوي احمد. Many hours later. اهلا وسهلا. طبعا عندنا 4 ساعات في الخط واقفين، فجأة قاعدين في نص واحنا ماشيين في الخط كذا، فجأة السيارة فصلت، ما تدق سلف، طفت السيارة نهائيا. طبعا احنا بعيدين عن فينيكس 200 مايل، 3 ساعات 3 ساعات تقريبا. تخيل جاتنا سطحة
جاتنا سطحة، تخيلوا قالوا نودي لكم إياها لين فينيكس $2300. اغلى من السياره. انت من جد قلت له اغلى من السيارة، ابوي اولع في السيارة واروح اشتري لي سيارة جديدة والله. احتسنا جانا واحد خبط في السيارة، خبط ما ادري فين، شوية يدق سلف، السلف انحرق ضرب. فشوفوا ان شاء الله ان السلف خربان او انه الماكينة صلبت. والله وشوفوا خوفي ان الماكينة صلبت. كل العلامات اللي على الماكينة تقول انها صلبت. ان شاء الله خير. طبعا دحين بنرجع ساعة ورا، ما بقول لكم مع مين، بوريكم اياها شويه. بنرجع ساعه ورا لمدينه اسمها انديو، بننام لبكره الصباح، وبستاجر يوهول وبستاجره بالقلص حق السياره. بجي اشحن السياره، بستاجر القلص وبستاجر اليوهول من هناك، واجي اسحب السياره من هنا، وباذن الله نكمل على فينيكس. ارخص لي بمليون مره. فهذه فعاليات امريكا. ما ادري، سبحان الله. الله يعز السعودي والله، في نص الصحراء. الله يعز السعودي. ولا امريكي وقف يسال عنه. اقسم بالله يا ما تشوف الا قوه تشطيف. طبعا دقيت على الشرطه ما قصروا. دقوها وايش صار معك، ايش في كيف. 200 من الناس. ايوه $300 استاجر اليوهول. يعني في كل الحالات هذا افضل حل بلا منازع، يعني لا انهم يسحبوا لي، انا اجي اسحبها بنفسي بكره اربطها اسهل لي واشرف لي. يعني بكره اجي اسحبها، لانه كانت الفكره بننقز فينيكس نستاجر سياره وارجع اسحبها من هنا، يعني 200 و $300 رايح و$300 جاهز $600. فقول الفندق ياخذ 100 وهذه كمان بال100 300، يعني دفلنا على $500 احسن. والحمد لله على كل حال. وهذا احمد المغامرة في امريكا. لازم طبعا هذا الانسان ماله صار له شهر يا زلمه، صار له شهر هيك فيلم. هذا انا قاعد اسقلك للصعوبات. لا ومليون مبسوطين، العصر في لوس انجلوس والاجواء حلوه والله العظيم. اسوق نعست شويه، قلت يا محمد تعال سوق، فرجعت ورا هنا غفيت كذا. محمد اخوي مجنب، ايش في؟ قال السياره طفت. ايش في يا محمد؟ قال سمعت صوت لمبه الزيت ولعت. قلت ايوه خير. كحلنا ايش كحلنا يعني اكلنا تبع وانتم بكرامه يعني. فاللي عنده اي سؤال واستفسار يخليه لين يرجعوا ونتيسر الامور ان شاء الله. تم القبض. هذا قبض علينا، سجنونا. احمد مبروك عليك اول ليله بامريكا في السجن، ما تبان انت خلاص. طبعا الشرطه ما قصرت، جاوا وشالونا، قالوا شيلوا اوراقكم وبنوديكم فندق يعني تحجزون فيه الليله، وبكره ان شاء الله بنطلع ناخذ يوهول ونسحب السياره. ثاني يوم صحيت. اوكي بيرفكت نو وري. درنا يوهول الحين بنستاجر القلص. اوكي it went through? It went through. Okay, perfect. And I'll just tilt that back like that. Okay. And it should be asking if it. Nope. Okay, cool. That's all broken. طبعا خلاص باخذ يوهول الحين وبروح اخذ القلص اللي هو اشبك فيه السيارة، بعدين ان شاء الله بروح نسحب السيارة. ابو ساعة كذا من هنا. الحياة حلوة. بس هاي ما له فرين. احلى رحله بس. الله السيارة بس النومة دي ريحتني شوي. بدل ما ادفع 2700 ولا 2300 عشان يسحبون سيارتي،
استاجرنا السياره هذه. طبعا اقدر اركب فيها زي ما قلت لكم القلص بتكلفه $400. الحمد لله يعني المخ شغال. طبعا جينا ناخذ القلص والسياره دي، ايش قال لي الحبيب؟ قال لي اوكي خذ السياره والقلص مو عندي، في مدينه ثانيه تبعد عننا ساعه. المشكله المدينه اللي كنا فيها يا اخي يلا اكشن والله الوجه باين. تعال حيا الله شباب، طبعا بدون مقعد. احمد هنا طبعا نسيت اصور لكم المكان، والله ما ادري حتى صورته ولا لا. اوريكم كيف استغلال الفرص هنا. طبعا ياهو لايجار تركات حقت النقل. شوفوا فين باخذ، شوفوا المحل ايش وانصدمون الحين. طبعا اي احد مسموح ياخذ الرخصه ويبدا ياجر يعني في اي مكان. المحل ياخذ حلو، في شوف داخل بقاله. الشيء هذا من يعني معروف في امريكا، يعني تحصله في اي مكان، تيجي تقضي والحياه حلوه. طب ايه اسم المدينة؟ تحديث جديد ولا ايش رايكم في القبور؟ تخيلوا بعد ما وصلت على اساس اني اخذها، جاء قال لي اللي يركب القطعه مو موجود وبنلغي حجزك وبنحوله على مكان ثاني. واتصل عليهم قالوا لي لكن انه على الخط وانت رايح كانك رايح على البيت. تقدر تبعت لك والله ما انا والله حاجه يعني من الساعه 11 الحين الساعه تقريبا. انا ان شاء الله يعني ما ادري والله مره كثير. انطارت بكره لكن يلا الحمد لله، قلت اخيرا في اخيرا. قاعد اقول ان شاء الله العسكر اللي امس انه قالوا لنا بنبلغ انه الشفت الجاي ما يسحبوا سيارتكم، فان شاء الله ما انسحبت. والله نقول خير ان شاء الله. حياة الشقة، هذا هو القصد اللي اقول لكم عليه، وهذه هي الحب. يا ربي لك الحمد، حصلنا السيارة ما سحبوها. ما قدرت اصور والله، معانا هنا ماشية بسرعة. الحمد لله خلاص قلصتها الحين ونتوكل على الله. الله يستر علينا فيما بقى من الخط بإذن الله. الله يا حركات، أسهل شيء في الحياة. تقريبا 3 ساعات باقي لنا الحين من هنا على فينيكس. بنزلها على طول على الورشة. ظل كيف؟ الله يسهل الأمور، أشوفكم على خير. يراني السلام عليك يا محمد، معك حجر، معك شجر، يسلمون عليك. هذا بعد خوف. كله تحية الآن. السلام عليكم. ربي لك الحمد، وصلنا فينيكس ونزلت السيارة في الورشة، عند الورشة مش في الورشة. لين بكرة بإذن الله ويصير خير. خلاص خلصنا. أعطيكم تفاصيل أكثر بكرة لما أصحى، أقسم بالله نوم تعب خلاص شديد. أشوفكم على خير. أوريكم يعني عشان تعرفوا غباء الأمريكان. شوفوا المواقف، شايفين؟ 12 موقف تقريبا على اليسار، خلى كل حاجة. وفي هناك لا فين حشر نفسه هنا. طيب أنا إيش أسوي؟ يا صباح الخير، قاعدين الحين يوم الأحد. أمس ترى نمت والله ما عاد فيني وجهك نورت. احنا بيوم الأحد الحين خلاص بروح أسلم اليوبول. طبعا مع التعب ما لحقت تصمم، ما لحقت، ما فيني أصور لكم يوم نزلت السيارة عند الورشة. بكرة بروح لهم إن شاء الله خير بسيط. طبعا بنصلحها ما بنصلحها بنخلي السيارة في فينيكس، بعدين أجي أخذها أفضل وأرخص. طبعا بكرة بروح للميكانيكي يفحص السيارة يقول لي ايش خرابها. إذا خرابها كويس يعني يتصلح سريع. فأنا يوم 28 إن شاء الله راجع هنا، أصير أخذها وأوديها على محمد الكيبس. مرة ما تتصلح، إذا مو مستاهل الصلاح فخلاص الله يعوض على محمد وعلينا. يبدي على تشليح ولا يشوف له أي حل.
ونسير ان شاء الله. طبعا في واحد من اخوي محمد ميكانيكي في فيغاس، فلو تتصلح بسعر رخيص يصير اسحبها ووديها فيغاس هناك ان شاء الله. فالحين بودي اليوم بس ما عندي شيء يعني، ما في حاجه لما نفعل وضع هاي وقت الصباحيه. الحمد لله على كل حال. الموضوع يعني بعض الأحيان ضيقة ما تدري ايش تسوي، ولا تحس انها قفلت عليك زي في الخط يعني، اللي يطلبنا 2300 واللي يقول لنا 2000 يعني عشان يوصلوا لنا اياها في نت. فسبحان الله بس الوضع هدي قاعد كذا والله طول الوقت يعني يا رب يتيسر ان شاء الله خير. فالوضع بمجرد انه هدي جات فكرة ان استاجر اليوم استاجر معاه حق السحب حق السيارة، هذا ارخص بكثير واوفر بكثير من اني اخلي شركه شحن. فالحمد لله او كويس الحمد لله انه كنا في منطقه يعني حوالينا مدن كبيره يعني اقدر استاجر منها يوفول. صح اجولوني والله يوم اخذت اليوفول، لكن سبحان الله فكره يعني نزلت من 600 من 2300 دولار الى تقريبا 600 دولار اللي هو الفندق وسحب السياره، عفوا الفندق واستئجار اليوفول والدولي والبنزين يعني. الحمد لله على كل حال. لا تصعب الامور على نفسك، الامور تتيسر وتمشي. واحد دائما يكون متوكل على الله وتتيسر الامور ان شاء الله. هنا تبدا مرحله خذها قاعده اي سياره اي وسيله مواصلات تستاجرها في امريكا لازم تردها بنفس مكان البنزين، يعني لو فل تردها فل، نص تردها نص. ايش تسوي؟ تعبي ارخص شيء كالعاده يعني. انا لو علي تفلت في التاكي. حسبي الله. هذا نسوي له واحد شوفوا هنا مطلع لي فوق النص، الربع الاول اللي فوق النص انا مردل لهم اياه مع التعبئه زياده يعني. خلاص تضمن الامور، تخلص امورك يعني. تدفع 5 دولار هنا زياده احسن ما تدفع 10 20. يلا الحمد لله خلاص سلمت يا رب لك الحمد. هنا مستني بس اوبر يوصل. استفيد من الحبايب يعني. خذوا نوت، سجلوا ملاحظات يعني. لا تنسوا اشتراك اللايك يعني. سبورت يا شباب، هذا في ايدكم اتهجول عشانكم. طلعون المتسول هذا اللي قاعد يصور. انا في اليوم ال15 اظن ما ادري، خلاص ضيعت الايام. انا وصلت عند الميكانيكي بس مستنيه يرد علي. شمس اعوذ بالله، الله حر لا اله الا الله. هسه ابغى يرد علي عشان يشوف السياره وبغينا ننصدم ويفحصها. يا ويلي اشاره خضراء. الله عزة للمكسيكان. هذا لوبي خبير طائرات مفرقعات. قبل شوي طيار شطف هنا قال لوبي عندي صيانة ال25,000. قال له خلاص تم نزل الطيارة بعد المغرب. كفرات اي شيء ما شاء الله، اي حاجة توقف خلاص عندي اصلحها ما شاء الله. يا كابرياء حسدوكي